السلام ألو. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، راح نتابع إن شاء الله. في الدرس الماضي حكينا عن خواص القوة، عن أول خاصة من خواص القوة. شو هي تعريف القوة؟ إذا عندي عدد مرفوع إلى قوة معينة، فعندئذ نضرب الأساس 3 بنفسه عدد من المرات يساوي الأس، يعني هو الضرب المكرر. والضرب المكرر طبعا لو ضربنا 3 ب3 أول 2 9، و3 في 3 9. نضرب 9 ب9 81، بعدين نضرب ب3 بيطلع معنا 243. هذا بالنسبة للأس. ما هي خواص القوة؟ يعني شو الخواص اللي تتصف فيها القوة؟ بيستفاد منها مثل ما حكينا في التبسيط، في إيجاد الناتج بأقل يعني جهد ممكن أو بطريقة بسيطة. أول خاصة حكينا أنه ضرب القوى جمعها. إذا عندي س مرفوع لقوة معينة ولتكن بضرب عين، أو بدي يكون نفس الأساس، أولا س مضروب أو قوة جيم. طيب شو الجواب راح يكون؟ ماذا سيكون؟ نجمع الأس ولا أساس نجمع نفسه؟ الأسين ونترك الأساس نفسه، س أس ب زائد ج. فنحن نقول ضرب القوى جمعها. الخاصة الثانية، إذا كان قسمي س أس ب تقسيم س أس ج مو ضرب، فماذا نفعل؟ نطرح س أس ب ناقص ج، سواء كتبت إشارة تقسيم بشكل أفقي أو خط كسر، نفس الشيء. الخاصة الثالثة، إذا كان عندي س مرفوع لقوة والكل مرفوع لقوة تاني، فمسميها قوة القوة. ما النتيجة؟ نضرب جيم بباء ونحط تمام. سي. إذا نضرب القوتين ببعضهم بضرب ج. طبعا نحن لأنه الضرب تبديلي في نقطة مهمة، فينا نبادل بين الأسين، بين القوتين. فينا ننزل الجيم محل البي والبي محل الجيم، تبديل. في نقطة رابعة، نحن عرفنا القوة عدد موجب، فبنضرب بعدد من المرات. طيب بلكي كانت القوة عدد سالب، يعني مثلا قلنا س أس ناقص ب. ماذا يعني هذا الأمر؟ كيف طلع الجواب؟ قال هذا يعني أنه هو عبارة عن كسر بسطه 1، مقامه القوة الموجبة ب للعدد س. يعني بنزل إذا كانت القوة سالبة بنزلها على المقام تماما. طيب خلينا ناخذ أمثلة حول هذه الخواص. في المثال الأول، إذا أخذنا مثلا 2 أس 4 ضرب 2 أس 3 ضرب 2 أس 5. نحن لما بناخذ الخاصة فينا نعممها لو مهما كان عدد القوى لنفس الأساس. في الدرس الماضي حلينا مثل هيك مثال، ماذا يكون الجواب؟ 2 أس 2 أس 12. 12. ممتاز. لما بتكون القوة كبيرة نحن بنتركه على شكل قوة، ما يعني بنروح بنوجد الجواب. مثلا 2 أس 12 ممكن إيجاده، طيب لو كان 2 أس 95 يعني يصعب إيجاده، فلذلك نتركه على شكل قوة. لهيك القوة مهمة. 2، لو قلنا 2 أس 7
تقسيم 2 أس 4. نطرح الأسس. تمام، ماذا يكون جواب 2 أس؟ 3. ممتاز. طيب لو أخذنا العكس، 2 أس 4 تقسيم 2 أس 3، 2 أس 7، شو بيطلع الجواب؟ 2. 2 أس سالب 3. ممتاز. ما الفرق بين النتيجتين؟ النتيجة الأولى كم؟ 2 أس 3 نتيجة قديش بتساوي؟ 2 أس 3. يعني قديش الجواب؟ حسب 8. التعريف 8. 2 ضرب 2 ضرب 2 8. طيب شو بتكون النتيجة الثانية هون؟ بيكون 1 البسط واحد. على 8. هذا معنى يعني الأس السالب. تمام؟ بناخد بنحسب 2 أس 3 بنحطه بالمقام وبالبسط بنحط 1. تمام، هو المقلوب تماما. واضح؟ 3. لو قلنا مثلا 7 أس 2 أس 4. نضرب الأسس يعني 4 ب2 8 بيطلع 7 نضرب 7 و8. أس 8. قوتين، نعم، 4 في 2 8. 7 أس 8. ممتاز. 4. لو أردنا حساب النتيجة التالي، 2 أس 7 ضرب 2 أس ناقص 7 ضرب 3 أس 5 على 3 أس 8. كم ستكون النتيجة؟ طيب أول شيء نجمع 7 مع -7. نعم، ايش قد بصير؟ بيطلع 0. إذا صار 2 أس 0. نعم، ضرب. طيب ضرب عندنا 3 أس 5. بس نطرح والمقام تقسيم 3 أس 8 بنطرح. نعم. طيب بس السؤال قبل 2 أس 0 قديش؟ 1. 1. أي عدد مختلف عن الصفر؟ الصفر 1. إذا هات قيمته 1 فنهمله، فيبقى 3 أس 5 على 3 أس 8. ما النتيجة رؤى؟ 3 أس 3 أس سالب 3. 4. 3 أس سالب 3 أس 3. سالب 3. تمام. طيب هذا الكلام صحيح وجميل، لكن بإمكاني مباشرة، لأن قوة المقام أعلى من قوة البسط، اجعلها في المقام 3 أس 3. يعني بنحاول نحافظ على القوة الموجبة. تمام؟ فينتج 1 على 27. طبعا 1 على 3 أس 3 هو نفسه اللي كتبتيه 3 أس ناقص 3. نفسه. طيب 5 ناقص 8 ناقص 3 في البسط تصبح في المقام زائد 3. واضح؟ نعم. في أي سؤال حول هذا الموضوع؟ طيب أنا ما عرفت إيش عملنا بعد ما طلعنا 2 أس 0 صار 1 وضربناه ب3 أس 5 تقسيم 3 أس 8. ما فهمت إيش صار هون. 3 أس 5 على 3 أس 8 بقي، لأنه 2 أس 0 1، والواحد عنصر حيادي بالنسبة للضرب فلا داعي له. تمام؟ بعدين إيش بعدين عملنا؟ قسمة القوى طرح القوى، يعني استخدمت الخاصة الثاني هاي قسمة القوى طرح القوى. القسمة إشارة التقسيم بنشوفها بثلاث صياغ. ممكن نشوفها نشوفها بصيغة، بكسر. ممكن نشوفها على شكل نقطتين بس، ممكن نشوفها خط كسر. يعني ممكن أنا أقول 4 تقسيم 2، أو 4 تقسيم 2، أو 4 تقسيم 2، كلهم صح. يعني هاي النقطتين في بعض المراجع بيحطوا النقطتين هي عبارة عن تقسيم، أو التقسيم المعروف، أو إشارة الكسر.
طيب لما إشارة الكسر بين 3 أس 5 و3 أس 8 يعني تقسيم قوة البسط ناقص قوة المقام. 5 ناقص 8 هو ناقص 3، صح؟ نعم. أنا نزلت مباشرة على المقام إذا بدي أجعل الأس موجب. طيب ليش نزلناها؟ منشان يكون المقام موجب، لأن 3 أس ناقص 3 إذا قلت لك كم هو الجواب؟ هل نضرب 3 بنفسها ناقص 3 مرة؟ ما في 3 ضرب 3 ناقص 3 مرة، مو هيك؟ لأن تعريف القوي الأس موجب. فأنا لما رجعته لموجب مشان إذا بدي طلع الجواب بيطلع 1 على 27. تمام. فهمت كيف؟ لاحظ 3 أس ناقص 3 ما بعطيها معنى معين إلا إذا حولتها لأس موجب، والتحويل إلى أس موجب نزله على المقام. طيب لو كان بالمقام أس سالب طالعوا على البسط. إذا بدي أوجد الجواب لازم يكون الأس موجب. إذا بدي أتركه على شكل قوي ما بيمنع أتركه الأس سالب. لو أعطيتك مثال آخر، مثلا قلت لك 4 أس ناقص 2 ضرب 4 أس 3 على 4 أس 8، قديش الجواب؟ بنطلع 4 أس 8 فوق و4 أس -2 تحت. لا، إذا بدك تنزلي السالب 2 لتحت بوافق إنه الأس سالب، بس المقام الأس موجب، ليش يطلع لفوق؟ بيرجع سالب، بصير سالب. بصير سالب. يعني ما في. طيب يعني بصراحة في عدة أساليب. أسلوب أول مثلا ممكن نستخدم ضرب القوى جمعها، يطلع 4 أس 1 في البسط، 4 أس 8 في المقام، صار قسمة قوتين، 4 أس ناقص 7 قوة البسط ناقص قوة المقام، أو 1 على 4 أس 7 نزلتها على المقام. يعني فيني اطرح 8 ناقص 1 في المقام أو 1 ناقص 8 في البسط. هاي طريقة. طيب طريقة ثانية، 4 أس ناقص 2 ضرب 4 أس 3 على 4 أس 8. ممكن الأربعة أس 3 اتركها في البسط، نزل الأربعة أس ناقص 2 على المقام لأنها موجبة، ضرب 4 أس 8 في البسط، 4 أس 3 في المقام 4 أس كم؟ 10. تمام. طيب 3 ناقص 10 سالب 7. هاي سالب 7. طيب إذا 10 ناقص 3 في المقام تكون 7. إذا أخذت قوة المقام ناقص قوة البسط نجعل النتيجة في المقام، إذا قوة البسط ناقص قوة المقام نجعل النتيجة في البسط، تؤدي إلى نفس النتيجة، صح؟ نعم. تمام. طيب في طريقة ثالثة، 4 أس ناقص 2 ضرب 4 أس 3 على 4 أس 8. فيني أنا في البداية اجعل الكل في البسط، الأربع أس 8 هي موجبة، طلعت على البسط صارت سالبة. المقام ما ضل مقام، ضل واحد، ما في داعي نكتبه، في داعي حط على واحد، ما في داعي. أخرجنا المقام إلى البسط. الآن ضرب القوى جمعها، اجمع ناقص 2 مع 3 مع ناقص 8 يطلع ناقص 7 نفسه. فإذا أردت تحوله لموجب نزله على المقام. استوعبنا الفكرة إيش معنات القوة السالبي؟ نعم. تمام. في خاصة يعني بتوافق مثلا س أس ب ضرب س أس ج، قلنا س أس ب زائد ج، صح؟ نعم. في خاصة بتقول بلكي الأساسين من متماثلين بس الأسين متماثلين. شوفوا هون الأساسين مثل بعضهم، جمعنا القوتين، هون القوتين مثل بعضهم، شو بنسوي؟ بنضرب الأساسي ونضع القوة نفسها. يعني العكس.
لاحظ هون ما جمعنا، ضربنا الأساسين. قوة ضرب عدة أعداد بتوزع القوة على الأول وعلى الثاني وعلى الثالث إلى آخره. هاي خاصة أيضا. مثال عليها، لو قلنا 7 أس 3 ضرب 2 أس 3، شو يعني هالكلام؟ نحط 7 ضرب 2 والكل أس 3. بالضبط، يعني الجواب صار 14 أس 3. طيب شو تفسير هالكلام؟ شو تفسيره؟ السبعة أس 3 يعني 7 ضرب 7 ضرب 7. طيب و2 أس 3 هي 2 ضرب 2 ضرب 2. إذا ضربت أول 7 مع أول 2 شو بصير؟ 14. وثاني 7 مع ثاني 2 14. وثالث 7 مع ثالث 2 14. يعني وكأنه عم بقول صار 14 هو المكرر 3 مرات. هي معنات الخاصة. فرق بين الخاصة الأولى والخاصة الثانية. الخاصة الأولى ضرب القوى لنفس الأساس، جمع القوى لنفس الأساس. في الخاصة الثانية ضرب قوى متماثلة لأسس مختلفة، نضرب الأسس ونضع نفس القوة. واضح؟ هذا واضح. بشكل عام حول القوة. طيب في عنا ممكن تكون بالمهارات لما بنستخدم مثلا 2 أو 200 مثلا، هذه تكتب 2 ضرب 10 أس 2. لاحظوا استخدمت القوة في تحويل العدد 200 لصيغة قوة. ال 200 هي 2 ضرب 100 صح؟ نعم. وال100 هي 10 ضرب 10 يعني 10 أس 2. طيب بناء عليه 3000 كيف تكتب على صيغة قوة؟ 3000 تكتب 3 ناخذها لحالها ضرب طيب 10 أس كم؟ 10 أس 6. 3. القوة هي عدد الأصفار. القوة عدد الأصفار، لأنه 3000 هي 3 ضرب 1000، وال1000 هو 10 ضرب 10 ضرب 10، يعني 3 مرات، فبصير 10 أس 3. طيب لو قلنا 8 ملايين كيف تكتب؟ نكتب ل 8 ضرب. نعم طيب ضرب 10 أس 6. ممتاز. الحالة الأولى إذن فهمناها. الحالة الثانية لو قلت لك 2 من 10 ماذا تكتب؟ يعني كأس. إيه، 2 ضرب 10 أس ناقص 1. 2 من 10 جانبا هي عبارة عن 2 على 10 صح؟ أخذناها في الأعداد العشرين. طيب ال10 قديش قوتها؟ ما لا قوة معناتها قوتها 1. إذا رفعنا المقام أو المقام إلى البسط نغير إشارة الأس بتصير 10 أس ناقص 1. بناء عليه 3% ماذا يكتب؟ 3%. 3 ضرب ضرب 10 أس 2 سالب. سالب 2. ممتاز. 125 من 1000 يكتب نكتب 0. 100. 125 أول شيء العدد بدون فاصلة ضرب 10 أس سالب 3.
ممتاز. سالب 3. لو قلنا 4.5 كيف تكتب على شكل قوي؟ 45. صح. 10 أس 10 أس -1. ممتاز. لا. صح. نعم. -1 يعني وكأنه أنا عم بقسم على 10 وأنا عم بقسم على 1000. -3 أنا عم بقسم على 1000. -2 عم بقسم على 100. -1 تقسيم 10. حبيت أنا أنوه على الأعداد إذا كتبتها بصيغة 10 أس. هاي كثير لها أهميتها في الرياضيات، تبسيط الأمور. أيضا بالفيزياء كثير بيستخدموها كصيغة بدلالة 10 أس إن أو نون. تمام. فإذا كان العدد مولو فاصلة 20 القوة موجبة، في فاصلة 20 القوة سالبة. تمام. الفكرة هاي بعد ما أعطيتك إياها، إذا قلت لك 2 بالألف ضرب 1.5 شلون بدي أضربها؟ يعني في طريقة حلوة، بيجي ل2 بالألف بكتبها 2 ضرب 10 أس سالب 1 -3. طيب وال15 أو ال1.5 بنضربها 15 15 ضرب 10 أس -1. ممتاز. الاثنين وال15 أعداد بسيطة، 30 ضربهم. طيب 10 أس سالب 3، 10 أس سالب 1، 10 أس سالب 4. ممتاز. لاحظ شلون ضربتهم بسهولة، طلعت الجواب. طيب بدي اكتبها بس بدون على شكل فاصلة 20، بس كان -4 معناتها فاصلة 20. شو بيعني -4؟ 1. يعني 4 أرقام 20. لازم نعم. 4 أرقام 20. يعني 30 هاد 30 بنروح على اليمين. بنروح على اليمين. بدنا نكتب ال30 نفسه وبعدين نعد 4 منازل بدءا من الصفر إلى اليسار، 4 منازل ونحط فاصلة. فكم صفر محتاج؟ ضرب صفرين. صفرين. صفرين بعدين فاصلة صاروا 0. 4 بنحط بعدين فاصلة 0. واضح شلون ضربناها؟ طيب واضح. هاي طريقة ثانية، بعدين الطالب يختار الطريقة الأنسب له. طيب 2 على 1000، 2 بالألف يعني 2 على 1000. 1.5 15 على 10. 15 على 10. ضرب كسرين، بضرب البسط في البسط 30، المقام بالمقام 10,000. القسمة على 10,000 هي أن نحول الفاصلة المخفية إلى إلى اليمين. اليسار 4 منازل إلى اليسار. نعم. لأنه قسم. تمام، قسمة. لو ضرب إلى اليمين فلذلك بنعد بدءا من الصفر. الصفر منزلي 3 صفرين صاروا 4 بنحط فاصل 0. سؤال، لو حذفنا الصفر هذا بيضر شيء؟ لا. هو نفسه مقابل انه احذف الصفر مع الصفر من المقام، بيكون صار 3 على 1000 يعني 3 منازل 20، نفس الشيء. فهمنا القوة وبعض خواصها. حبيت هيك كنت مر على الخواص القوة، وطبعا افهم الخواص. بعدين آخر شيء اليوم راح ناخذ في الجذور، ومن ثم سننتقل في الدرس القادم إلى الملف اللي بيكون هو التأسيس في القدرات إن شاء الله. يعني هاي آخر فقرة بناخذها في التأسيس أو المراجعة مهارات عامة. في الجذور، ما هو الجذر؟ الجزء هو يعني عكس الأس ولا؟ تمام، يعني إذا بقول ما جذر 9؟ 3. مثل كأنه 3 أس 2. لأن 3 أس 2 يساوي 9. طيب ما جذر 16؟ 4. لأنه 4 4 أس أس 2. 2 16. ممتاز.
جذر الناقص 25. جذره -5. -5. طيب أنا كنت دائما عم بتأكد هل -5 أس 2 هو ناقص 25؟ لا. لأن مربع السالب يطلع موجب. إذا هل -5 هو جواب لجذر -25؟ لا. لا. طيب ما جذر -25 إذا؟ 5 موجب. طيب إذا شلنا السالب قلنا 5. 5 مربع كمان 25، ما طلع -25. يعني الجواب موجب 5. غير موجود. غير موجود. ما في جذر للعدد السالب في الأعداد الحقيقية، ما في. لا يوجد جذر للعدد السالب، جذر تربيعي. التكعيبة إيه في، التربيعي ما في. السبب لأنه أي عدد نضربه بنفسه يطلع موجب، سواء موجب بموجب أو سالب بسالب، صح؟ نعم. فلذلك هل يوجد جذر للعدد السالب؟ غير موجود، غير معرف. طيب جذر العدد الموجب هو عدد موجب حصرا، ما بصير نكتب -4. بجوز طالب يقول يعني -4 إذا ضربته ب4 بيطلع 16 كمان. طيب ليش -4 غلط؟ الجذر هو تابع، فالعدد له صورة واحدة بس. فتعريف الجذر التربيعي للعدد الموجب هو عدد موجب. ما بصير تقول -4 موجب 4، غلط. موجب 4 حصل. تمام. نحن عرفنا بشكل عام يعني الجذر التربيعي واخذنا هيك امثله عنه. طيب كيف نعين جذر عدد كبير؟ مثلا 256. ما هو جذر 256؟ آه. في طريقه لايجاد جذر 256؟ في عده طرق. اول طريقه، بتعرفوا العوامل الاوليه. ما هي الاعداد الاوليه؟ هي اللي ما بتقبل إلا على نفسها. على على واحد نفسها وعلى واحد، وهي اعداد 2 3 3 5 7 11 11 9 16. مو أولي. يعني الأعداد الأولية أصغرها 2، وهو العدد الزوجي الوحيد الأولي. 3 5 6 مو أولي، 7 أولي، 8 لا، 9 لا، 10 لا، 11، وهكذا. في الجذور أنا بإمكاني حلل العدد حسب قابلية القسم إلى عوامله الأولية كطريقة. ف 256 عدد زوجي، يقبل القسم على 2 أم لا يقبل؟ يقبل. نحن أخذنا تنصيف العدد من قبل، فمن نصف الاثنين، من نصف الخمسة، بتزيد 1 صار 8. ما زال عددا زوجيا يقبل على 2، نعم. من نصف العدد 6 4 على 2، من نصف العدد على 2، من نصف العدد على 2، من نصف العدد على 2، نصفنا العدد أيضا على 2، يقبل 2، بعدين على 2 1. لاحظوا العوامل اللي كونت العدد 56 كلها 2. نتساءل كم 2 الآن طلع عندهم؟ 8. 8 عدد زوجي أم فردي؟ زوجي. بنحذف نصهم. نحذف نصهم وبنضرب الباقي، يطلع الجذر.
2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2. تمام؟ تمام. فهمنا الطريقة هاي ولا ما فهمناها؟ فهمنا. وهذه تعتمد قابلية القسم، اسمه التحليل إلى العوامل الأولية. مثال آخر تحت الجذر ثلاثمية وأربعة وعشرين، ماذا نفعل؟ نحلل إلى العوامل الأولية. يقبل القسم على 2. تمام، تابعي. 2 نصف العدد عدد 1 6 و2. تمام. كمان على 2. نعم. 0 0 1 بعدين 16 8 1. 2 1. إذا 16 8 و2 1. نعم. هل يقبل على 2 مرة أخرى؟ لا. نجمع الأرقام، إذا من مضاعفات ل3 يقبل على 3. يقبل نعم. على 3. نعم. بنقسم ل8 كم 3؟ 27. لا. 2 27. نعم. 2 وبيزيد نعم. 2 بصير 21 فيها 7. نعم. تابع. على 3 27 على 3 9 على 3 3 على 3 مرة أخرى 1. العوامل مختلفة، ما هي مثل هذيك المرة نفس العامل. الاثنين مكرر عدد زوجي من المرات، والثلاثة عدد زوجي من المرات. في كل عامل مكرر بنحذف نصف، فالاثنين مكرر مرتين بنحذف بس 2 وحدين، والثلاثة كم 3 بحذف 200. وبضرب ما تبقى يكون هو الجذر. 9 ب2 18. ممتاز. واضح؟ واضح. طيب في طريقة ثانية أنا قلت يعني طريقة تجريبية، ما بدي أحلل الأعداد. الطريقة التجريبية تصلح حتى للأعداد الكبيرة أفضل إذا كان العدد يقبل جذر. ف 324 ببدأ بقول 10 ضرب 10 100. 100 أصغر من 324. طيب 20 ضرب 20 400. أكثر من 324. معناتها الجذر يقع بين 10 وال20. إذا أول شيء حددت العدد يقع بين 10 وال20. شوف 18 هو صح؟ بين 10 وال20. بماذا سيبدأ؟ سيبدأ بعدد مربعه يبدأ ب4. شو الأعداد اللي مربعاتها بتبدأ ب4؟ يا 12 يا أما 18. 2 ضرب 2 يبدأ ب4. 8 ضرب 8 64 يبدأ ب4. معناتها الجواب يا 12 يا 18. صح؟ نعم. تمام. طيب 324 أقرب لل100 ولا لل400؟ لل400. معناتها الجواب 18. وفيني اضرب 18 في 18 بالطريقة اللي نعرفها يطلع 324، بينما 12 ضرب 12 يطلع الجواب 144، فنختار الجواب. هذا الكلام مهم للأعداد الكبيرة. إذا بقول لك مثلا جذر 1024 ما بدي أحلل، ببدأ ب10 للتربيع، 10 ضرب 10 100، 20 ضرب 20 400، بزيد لحتى نوصل لعددين أو 20 30 40 مربعاتهم تحصل ال 1024. طيب ال 1024 مربع ال 30 900 أقل، مربع ال 40 1600 صح؟ أكثر. فال 1024 واقعة بيناتهم بين ال 900 وال 1600، فمعناتها الجذر يقع بين ال 30 وال 40.
يعني أكبر من 30 أقل من 40 يبدأ إما ب2 أو ب8. يعني الجواب يا 32 يا 38. انتوا بتلاحظوا ال 1024 أقرب لمين أكثر؟ أقرب 900. صح، معناتها الجواب 32. لو بتحللوا بدكم وقت بالطريقة التجريبية غالبا تحصلوا على الجواب بطريقة بسيطة وسريعة. في أي سؤال على الجذر؟ لا. لاحظوا، حبيت يعني فقط بالجذور أعطي يعني تعريفه، جذر بعض الأعداد، كيف وجد الجذور بطريقة مختصرة. في عنا يعني بعض الخواص للجذور، جذر مثلا عدد ضرب جذر عدد آخر مختلف، هو عبارة عن جذر ضرب العددين يساوي جذر يعني 60. تمام؟ ضرب الجذور هو جذر الجداء، جداء الجذور هو جذر الجداء تماما. طيب لو قلنا جذر الاثنين ضرب جذر الاثنين نفسه، شو بده يطلع الجواب؟ جذر 4. وجذر الأربعة هو 2. فلذلك اتفقنا على أنه إذا ضرب الجذر بنفسه يطلع المقدار المجذور. تمام؟ فجذر الخمسة ضرب جذر الخمسة مباشرة هو عبارة عن 5. أما لما بكون الأعداد مختلفة اضربهم ببعضهم، ممكن يطلع جواب يقبل جذر أو لا يقبل، ما بهم. يعني مثلا جذر الاثنين ضرب جذر الثمانية، شو بيطلع الجواب؟ جذر 16. وجذر ال16 يقبل 4. 4. تمام؟ إذا هاي نعم. خاصة مهمة في الجذور. طيب نحن راح يعني الحقيقة مهما راجعنا ومهما أسسنا في معلومات كثيرة في الرياضيات، حاولنا من خلال الدروس السابقة أنه نلم ببعض المهارات. انتهى درس اليوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.